كانتالوباية بأكثر من $100. كانتالوباية وأكثر من $100 فقط وحصريا في كوكب اليابان الشقيق. 21600 ين يعني $150 أمريكي. عشان خاطر إيه؟ ده المفروض بقى دي مش كانتالوباية تتمسك كده بقى، دي كانتالوباية تاخدها تتصور معاها سيلفي. المانجاية ب 7344 ين يعني $50 امريكي المانجايه الواحده يا جماعه. يعني دي تتصور برده معاها سيلفي كده وخلاص، يعني ما تاكلهاش، دي تجيبها كده تحنطها تحطها عندك في البيت. اهلا بكم كلكم في كوكب اليابان الشقيق. هنا الخضار والفاكهه مختلفين تماما عن الخضار والفاكهه بره الكوكب العجيب اللي احنا فيه ده. اسعار الفاكهه والخضار هنا حاجه جنونيه، حاجه بجد انا مش قادر استوعبها تماما، لان هنا اليابان دولة مش زراعية فبيستوردوا كل حاجة، ولما بيزرعوا الحاجات بتاعتهم بتبقى اسعارها زي اللي هيدخل جوه ونشوف ايه الاسعار بتبقى عامله ازاي، لان دي منتجات يابانيه 100%. الناس بتقف طابور عشان خاطر يدخلوا المحل ويقعدوا، لان المحل ده كمان من كتر ما بقى هو مشهور ومن كتر ما الناس بتحبه جدا 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 والفاكهه بتاعته ممتازه، المحل كمان بقى بيبيع فاكهه، بيبيع منتجاتها، وكمان ممكن تاكل منتجات جوه المطعم. تعالوا نستكشف مع بعض المحل ده عامل ازاي واسعار الفاكهه هنا في اليابان عامله ازاي. نبتدي بايه؟ نبتدي بالكانتالوب. الكانتالوبايه زي ما انتم شايفين حاطينها مظبطينها مكيفينها حاطينها، بيقول لك ان دي كانتالوب ياباني 100%. اسعارها بتبتدي من 16200 ين. 16200 ين يعني $110 امريكي. بعدين بيقول لك في احجام تانية، دي الحجم الصغنطوط ب $110 امريكي. في حجم تاني ب 19440 ين اللي هو $130 امريكي. وبعديها السعر اللي بعديها 21600 ين يعني $150 امريكي. عشان خاطر ايه؟ ده المفروض بقى دي مش كانتالوبايه تتمسك كده بقى، دي كانتالوبايه تاخدها تتصور معاها سيلفي، حاجه بجد غير طبيعيه. يعني دي عشان خاطر تلمسها $150 امريكي يا رجاله، انا مش مصدق. كانتالوبايه واحده، شوفوا $150 امريكي ممكن تجيب لنا كام طن كانتالوب. وحاطين لها وحط كل واحده وعاملين لها شايف الضمان بتاعها وكاتبين لها تاريخ الانتاج وحاطين لها ورقه عشان خاطر تبقى ايه، انت بتاكل كانتالوب ياباني. يعني حاجه دي الواحد يخاف تقع منه ويلبس في الحيط كده ما يعرفش يطلع من المحل ده، يذبحوني هنا. ندخل على اللي بعده، المانجا. شايفين كل مانجايه لوحدها حاطينها في بتاع عشان خاطر ما تتخبطش، حاطينها في بوكس كده زي ما انتم شايفين كده، المنظر مقفول. كل مانجايه متغطيه بالغطا، محطوط عليها اللي هو حاجات اللي احنا بنحطها عشان ما نكسرش، مثلا لما يكون عندك كوبايه غاليه ولا بتاع، حاطينها جوه واحد واثنين وثلاثه احسن تتخدش يا جماعه. المانجايه ب 7344 ين يعني $50 امريكي المانجايه الواحده يا جماعه. يعني دي تتصور برده معاها سيلفي كده وخلاص، يعني ما تاكلهاش، دي تجيبها كده تحنطها تحطها عندك في البيت. دي الاسعار بتاعت الفاكهه الياباني. دي المانجا كده. طيب لو انت عايز مانجايه ما فيهاش بقى الصندوق وبرده درجه تانية، يعني عارف للناس اللي هي كده، دي كان فينا المانجايه الواحده ب 6480 ين يعني حوالي $45. دي الواحده كده. دي ريحتها حلوه بنت اللذينه، ريحتها حلوه ومحطوط عليها برده ختم ومحطوط عليها حاجات عشان خاطر دي ايه يعني. والله الواحد بيخاف يخدشها وشايف احسن يا عيني المانجايه تتخدش. الواحده هنا مش بالكيلو، الاسعار دي بالواحده يا رجاله، بالواحده. انتوا متخيلين يعني ايه الواحده؟ مانجايه طبيعيه جدا اهو، يعني احنا ممكن نمسكها كده من غير الغطا عادي جدا ب $45 وب $50 امريكي الواحده. نحطها تاني احسن ايه يجوا يزعقوا لنا ويقفشوا. الغريب الموز عندنا احنا لما في بلادنا لما الموز بيبقى كده فيه العلامات البني دي خلاص، يعني حتى العيال الصغيره ما بياكلوهوش، يقول لك يا ماما طعمه هيبقى وحش، واحنا نضحك عليهم ونقول لهم يا جماعه ده عسل جميل عشان تاكله وبتاع. الموزهايه هنا الواحده بتتحط فيه برده لازم التعليمات بتاعتها، الضمان بتاعها، كل واحده محطوطه في كيس نايلون زي ما انتم شايفين، والواحده ب 540 ين ياباني يعني الواحده حوالي $4 الواحده. وكل واحده ودي كمان ايه يعني، انا والله لو مثلا نروح في اي سوبر ماركت بره لما الاقي الموز ابتدى خلاص يضرب البني ده، بعرف ان هو خلاص كده هيبوظ مني مش هيكمل اليوم. لا هنا ده حاجه ده مفيد لليابانيين. الجريب فروت ده عارفين ان هو نوع كده زي البرتقال، الواحده ب 756 ين. طيب لو هتجيب الكيوي الواحده ب 432 ين الكيويهايه الواحده. برضو حطينا شايف كل حاجه احسن تتخدش. الفاكهه هنا عندهم فاكهه حاجات مقدسه، باشن فروت اللي هو يعني ولا حاجه يا جماعه. الماراكوجا هنا بيزرعوه هنا في اليابان، الواحده ب 1080
ين. يعني تعمل عصير مثلا ماركوجا، تعمل كوبايه ان شاء الله انت محتاج 10 من دي. شوف انت الواحده تدفع في 1080، شوف هتبقى بكام. كل ليمونه بيدي لك معاها ايه بقى اهو، ضمانها بحاجاتها ان هي مزروعه زراعه ياباني، ان هي معموله ازاي، ان الليمونه هنا غير اي ليمونه تانية، دي ليمونه ياباني. الواحده ب 324 ين يا جماعه ليمونيه. عشان تعمل مثلا عصير ليمون كوبايه محتاج مثلا 2 ليمونه من دي، يعني الواحده فوق ال $2، يعني تدفع $4 عشان ليمونتين. لو انت هتجيب يعني عشان تحط على الفول، لو جايب انت طبق فول هنا هتدفع تتشمط. يعني البابايا هنا الواحده ب 2700 ين ياباني. برضو نفس الكلام، لازم الفاكهه هنا تتحط جوه السرير بتاعها ده وتتكيف عشان ايه تتخبط وتتخدش. هنا الدراجون فروت نفس الكلام اهو، بيقول لك اتزرعت فين واتعملت فين وراحت فين. شايفين المنظر؟ وادي اهو ب 1080 ين ياباني الواحده. طب افرض بقى انت واحد غني وعايز رايح لواحد صاحبك او واحد رايح لواحده صاحبتك او رايح تقابل حد، تجيب له معاك بقى صندوق. الصندوق ده زي ما انتم شايفين كده فروت اسورتمنت. الصندوق ب 11880 ين. 11880 ين صندوق فاكهه، في 2 كيوي، في واحده بابايا، في جريب فروت، في 2 باشن فروت، وواحده منجايه، وواحده دراجون فروت. ده كده انت بقى ايه يعني المعلم، اتفرج مش تتعلم. في صندوق ارخص شويه لو انت كحيان يعني، او يعني نص نص اهو. شايف في بقى ايه، في البابايا والحاجات اللي هي يعني قديمه شويه ب 8748 ين. لو انت بقى كحيان يعني زي كده ايه، انت كحيان يا ابني زي خالد عليش الله يمسيه بالخير، هتلاقي ب 6912 ين صندوق فيه منجايه، 2 جريب فروت، 2 كيوي، و1 باشن فروت يا كحيان. طيب لو عايز مربى بقى معموله من فاكهه طبيعيه يابانيه تدفع كام؟ عندك كذا اوبشن اهو. عندك الاوبشن البسيط خالص ده، انك انت تاخد علبه فيها 9، كل واحده مش فاكر يعني 20 مللي تقريبا لحسه كده مربى ب 45$. طيب لو انت معاك فلوس وجامد، في الصندوق اللي بعديه في 16 عبوه صغيره مربى ب $50. لو انت اقوى كمان من ده ممكن تاخد اللي هو المكائن البتاعه دي في 15 علبه منهم 9 جيلي و6 مربى ب $55. او لو انت بقى البرنس اللي هنا تاخد معاك الصندوق ده بتاع المربى ب 9936 ين ياباني، اللي هو ب $65 امريكي يا جماعه. لتر العصير، تعالوا نشوف كده لتر العصير بكام. ده عصير طبيعي ياباني غير اي عصير تاني. العصير باي ازازه عصير من دي ب 3240 ين، يعني $22. علبه العصير $22. اي بقى نوع انت عايزه، عايز برتقان، عايز مانجا، عايز كوكتيل، عايز فراوله، عايز مش عارف ايه، كل حاجه تمام. طيب لو عايز مربى، علبه المربى ب $20 على طول ب 2700 ين. ادي مربى ياباني بريميوم جام، يعني كاتبين لك ان هي المربى اسطوريه جميله جدا. في بقى جميع الطعام، يعني هتلاقي مثلا بالمانجا، هتلاقي بالفروز، هتلاقي بالفراوله، هتلاقي حاجات مختلفه. اي واحده منهم ب 2700. في هو فراوله، في بلو بيري، في خوخ ابيض، وفي خوخ ذهبي، كلهم ب 2700 ين، يعني $20 امريكي. التوهايه هنا بتبتدي سعرها من $5، $6، $7، $6.5. وعندهم هنا بقى حاجه بجد في اليابان مشهوره جدا جدا جدا، هم بياكلوا سندوتشات عاديه مش زي بقى عندنا باللانشون ومش عارف ايه والجبنه، لا هنا بياكلوها سندوتش فاكهه. ده لقيتها في كل حته الناس بتبيعها. السندوتش الواحد ب 1728 ين ياباني، اللي هو $12 امريكي للسندوتش الواحد. والناس بتقف طوابير يا رجاله. الناس انا مش متخيل ان الناس بتقف طوابير عشان تاخد مكان عشان تقعد تاكل في فكهاني ياباني فاتح من سنه 1834. ضربت معاه لان قال لك دلوقتي مفيش اصلا حد بيزرع في اليابان، فاللي بيزرع بيدفع، يعني الناس بتدفع له اللي هو عايزه وزياده. والناس بتقف طوابير عشان تاكل وتتبسط وتهيص، يبقوا شايفين طالعين مبسوطين قوي 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 ان هم اكلوا فاكهه يابانيه 100% من غير كيماويات من غير حاجه، ولكن سعرها حراق جدا. كانتالوبايه باكثر من $100. كانتالوبايه باكثر من $100 فقط وحصريا في كوكب اليابان الشقيق. بصوا حتى قشرتها بتطلع حته واحده. اهو الله، ده ايه ده بقى؟ بص الكانتالوبا اللي ب $100 من جوه.
ايه ده؟ هو ايه وايه كذا كده يعني؟ شكلها عسل. رائعه، خطيره. يخرب بيت ابوها. ادي الكنتالوبايه ما تبقى. ايه رايك يا طروق في الكنتالوبا فوق ال $100؟ جميله قوي. الله. سمعت دي طالعه من القلب. والله العظيم كنتالوبا ملهاش حل، هي مره في العمر بتاكلها. رائعه على رايه، ويقول لك ناعمه وقويه كلها حنيه. ما تنسوش ترقعونا اللايك الجامد جدا، كومنتكم العظيم، شيراتكم الرهيبه عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن، وتشوف ويخلوا الناس كلها تشوف الفاكهه والكنتالوب الياباني عامل ازاي، واسعاره عامله ازاي، وحلاوته عامله ازاي، وان هو مختلف عن اي حد تاني. وبجد ان هي مره في العمر، لو جالك الفرصه انك انت تاكل الكنتالوبا اللي فوق ال $100 اضربها على طول. صح. اشوفكم على خير باذن الله في حاجات تانيه كتيره جدا. صفحاتنا على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك. حجاجوفيتش. اديني اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.